حياكم الله اعزائي المشاهدين قناه الفراتين الفضائيه من محافظه واسط، ننقل لكم اجواء لعبه منتخبنا الوطني ومؤازره المنتخب هو واجب ضروري. لمتابعه باقي التفاصيل ابقوا معنا. ما زالت الجماهير الواسطية مؤازرة ومساندة لمنتخبنا الوطني. السلام عليكم عامر. عليكم السلام عيوني. شنو اريد توصف لي شعورك بفوز المنتخب؟ شعورنا طبعا احنا اول شيء المنتخب الشوط الاول المنتخب العراقي ما لعب طوبه، لعب بغيره يعني. اكيد. اي الخطه مالته خطه غيره واحد. تمام. ثاني شيء بالنسبه للكرابايتك ماله كلش عالي، لعب دربلن، لعب سنتر شوت، دق طوبه على الجزاء، يعني ابو طبر بالنص جاي يلعب. اليوم ايمن بدع. اليوم هاي هديه المنتخب العراقي. سجبوا لي يا مالي لا تحنى، سجبوا لي مالي لا تحنى. هذه هي الاجواء في محافظه واسط، هذه الاجواء في محافظه واسط، جماهير مؤازره وجماهير مسانده لمنتخبنا الوطني ضد نظيره اليابان. ابقوا معنا مستمرين في هذه التغطية. متوقعين هذا ان شاء الله، احنا قلوبنا ويا المنتخب ومتوقعين بابطالنا انه اليوم يقدمون مستوى. شوط اول جيد جدا، لعب حلو، خطه المدرب طبقوها اللاعبين. 2-0 اعتقد الشوط الاول انه نصف النتيجه صارت. عباس يوم جاي يشجع المنتخب؟ شنو رسالتك للمنتخب؟ شو توجه لهم رساله؟ ان شاء الله احنا نفوز. تاريخك يهز ديني العراق ويا كبر اسمك، منبع للحضاره انت يحفظك ربي ويسلمك. منبع للحضاره انت يحفظك ربي ويسلمك. هلا بولد العراق الحار. يعني نبارك للشعب العراقي هذه الفرحه، وطبعا هو انجاز بحد ذاته ونهائي مبكر كان. انت متتفوق على فريق مثل اليابان، فريق كان اكو تخوفات، والله طبعا كان الشعب العراقي متخوف من هذه المباراه، وكان هذا الهاجس اذا عبرنا اليابان ان شاء الله يكون اللقب عراقي باذن الله تعالى. وانت صعب انت تتغلب على فريق اكثر فريق حامل لقب لكاس اسيا، زين؟ وان شاء الله عطلنا الكمبيوتر الياباني. انت اكثر واحد شجع، اكثر واحد تعب، احكي لي شويه. والله هو شيء لك اليوم يعني الفرحه ما تتوصف لهذا الشعب خطير المظلوم. نعم اكيد. واحنا مثل ما يقولون عالم تقول اليابان اليابان شنو؟ احنا العراق، احنا سود رافدين. ذاك ملعب هذا ملعب وين ما تردون للعب، ملعب هذا وين ما تردون للعب. العراق الحر هلا بالنخوه والغيره وسود الرافدين انتو، طبعكم صعب تفسيره صعب تفسيره. والله عاشت ايدهم وبارك الله بجهودهم والله يوفقهم بحق الحبيب محمد. والله الفرحه ما تنوصف، الا يراد لها مؤلفات دفاتر. الله يوفقهم والله يديم الافراح، ونوصي الشعب العراقي انه يفرح بسلميه بعيد عن الاطلاقات الناريه، بعيد عن الاشياء اللي تاذينا وتاذي المجتمع. والله يوفقكم والله يبارك بجهودكم المنتخب وجهود الكادر التدريبي كله. وصلنا أنا وأنتم إلى ختام هذه التغطية. مبارك للشعب العراقي ومبارك إلى المنتخب العراقي على هذا الفوز العظيم. لقناة الفراتين الفضائية، منتظر الربيعي، محافظة واسط.